ربي يسعد لي كل أوقاتكم. أهلا وسهلا فيكم متابعيني بوصفة جديدة. وصفتي لليوم طريقة تفريز الثوم. طبعا رح نحطه بالتجميد لمدة سنة، رح يبقى محافظ على لونه وقوامه، ورح يبقى قوامه كريمي مثل ما واضح عليكم بالصورة. إذا حابين تعرفوا الطريقة خليكم عم تحضروا الفيديو للنهاية. 100 أهلا وسهلا فيكم بقناة حلب الأصيل، وإذا أول مرة بتزوروني بيسعدني بنورني من كل قلبي إنكم تشتركوا بالقناة. بالنسبة طبعا للمقادير، عندي كيلو من الثوم المقشر. في حال كان عندكم ثوم مو مقشر طريقة تقشيره جدا سهلة، بس مجرد ما ننقعه بالمي لمدة 10 دقايق بتقشر معكم بكل سهولة. بس طبعا أنا هون مثل ما لكم منتبهين الثوم عندي إياه مقشر، رح أحط له معلقة كبيرة من الملح ونص معلقة كبيرة من السكر وتقريبا كاسة من الزيت النباتي. طبعا مقاس الكاسة 200 ملي، وهلا هيك عم بخلطهم مع بعضهم، وبعدين رح أدخلهم أحطهم بالمكسر. إذا كان عندكم طحانة لحمة يعني ماكينة كبة، نحن بنقول لك كمان فيكم تطحنوا الثوم عليها بتحصلوا على نفس النتيجة. هلا صبايا، بالنسبة لكمية الزيت هي اللي رح تعطي القوام الكريمي أو الطراوة للثوم. بالنسبة للملح بنحطه خالي من اليود منشان يبقى عنا الثوم أكتر وقت ممكن بالمجمدة أو بالفريزر. وبالنسبة للسكر نحن بنحط نص معلقة صغيرة مشان نحافظ على لون الثوم. طبعا صبايا، هاي الطريقة هي طريقة أهلنا، هيك كانوا يفرزوا الثوم، وطريقة نظامية وصح بالمية. أكيد ما بتغير لون الثوم وما بتتغير طعمة الثوم إلا إذا كان عندكم التجميد أو التبريد مو نظامي، ولكن هو طالما درجة الحرارة تحت الصفر فرح يطلع معكم بالمية صح، ورح يبقى معكم لمدة سنة بالتجميد من دون ما يتغير لا لونه ولا طعمته. صبايا، طبعا طريقة التخزين يفضل إن نحطه بمطربانات تكون محكمة الإغلاق منشان ما يتعرض للهواء، ومشان ريحة الثوم ما تبقى هيك بالتجميد واضحة. فلهذا السبب أنا ما بفضل أبدا نحطه بأكياس بلاستيكية، يفضل نحطه بمطربانات. هاي النتيجة اللي حصلنا عليها مثل ما واضح عليكم، لون الثوم بشهي، وكمان بنفس الوقت فيه طراوة. يعني ولو حطيناه بالتجميد وطالعنانا نستعمله، مجرد ما نطالعه من الفريزر فينا مباشرة ناخد معلقة منه لطبختنا ونرجع ندخله على التجميد. لهون صبايا بكون انتهى الفيديو لليوم. بتشكركم من كل قلبي للمتابعة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوني من دعمكم، لايك وتعليق حلو مثلكم. بشوفكم بفيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.